ابتدى يشد شويه اهو. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. ترامب يفرض عقوبات ضد مصر وبدأ يعلق بنود في اتفاقية كامب ديفيد، وخصوصا بعد الرفض الشديد من الرئاسة المصرية والشعب المصري. على فكرة الرفض كان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومن الشعب المصري، وهو تهجير أو نقل سكان أهل غزة إلى سيناء. طبعا احنا شفنا ترامب عامل زي ايه، زي رامبو، عاوز اللي انا اقوله هو اللي هيمشي. لا، مصر مفيش دولة في العالم تقدر تفرض عليها سياستها او سيادتها، لان مصر ذات سيادة قوية. مصر لها رئيس جمهورية قوي. ترامب ناوي يزعلنا في الاقتصاد المصري. بمعنى ايه؟ اول حاجة عملها الغاء المنحة الدراسية. انتوا عارفين طبعا المعونة اللي كانت بتيجي من امريكا هي بتبقى معونة اقتصادية، معونة عسكرية، معونة تعليمية. ففي طلبة بيبقوا غير قادرين، متفوقين وغير قادرين على دخول الجامعة الامريكية، فبياخدوا يعني منحة التعليم. فترامب لغاها. يعني الولاد راحوا النهارده المحاضرة بتاعتهم، رجعوا السكن بتاعهم لقوا الشنط بتاعتهم متكيسة، وترامب طلع قرار انتوا ما تخشوش تاني. كلام غريب، كلام المفروض ما يصدرش من رئيس دولة كبيرة زي أمريكا. ترامب مازال يمارس الضغوط على مصر اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. بس خلي بالكم، مصر دولة قوية جدا. مصر دولة قوية جدا. وفي الآخر تلاقي بعض إعلام العار، إعلام الإخوان، بيقول لك إيه، هي مصر بتعمل إيه لغزة؟ لا، ده أنت ما عندكش فكرة بقى. ده أنت داخل تهاجم مصر وجيش مصر لغرض الهجوم بس، يعني مش لغرض المعارضة. لا، ده أنت داخل تهاجم لغرض المهاجمة فقط. اللي انتوا ما تعرفوهوش ان المخابرات المصرية كانت متواجدة في غزة وما زالت في غزة. نعرض الصور دي. الضباط المخابرات المصرية في قطاع غزة لما كانوا بينقلوا أهالينا من سكان غزة من الجنوب الحدود المصرية إلى الشمال موطنهم الرئيسي. ضباط مصريين في المخابرات المصرية واقفين ينظموا ويأمنوا الفلسطينيين في عودتهم إلى ديارهم. احنا نقول يا عم ديار ايه وبقى في ديار؟ لا، مفيش ديار طبعا، بس على الأقل ريحة الوطن. ريحة الوطن. أي إنسان بينشأ في وطنه أو في بلده ما يعرفش يعيش فيها حتى لو كانت أطلال. هي دي بلد، هي دي وطن. كمان إن مصر في خلال يعني الأسبوع ده أو ممكن نقول يومين ثلاثة، مش بس ضباط المخابرات اللي هيبقوا في غزة، لا، هيبقى عندنا دكاترة ومهندسين ومقاولين ومعدات وعمال. هندخل عشان محتاجين 120,000 خيمة. أهالينا في غزة. مفيش دولة في العالم وقفت مع القضية الفلسطينية زي مصر ورئيس مصر. لازم تفهموا الحتة دي. ترامب
ما زال يهدد مصر ويطلب سحب الجيش المصري من سيناء. اطمن يا عم ترامب، المخابرات المصريه، المخابرات العامه المصريه بتاعتنا جوه غزه، جوه غزه وسينا، مش تبقوا فاهمين يعني. GIS لتأمين أهلنا في غزة عند محور نتساريم. أنا عايز أقول لكم على حاجة، إن إسرائيل بنت قاعدة عسكرية في محور نتساريم. اطمنوا، القاعدة العسكرية دي إحنا خدناها، خدنا القاعدة العسكرية المباني بتاعتها بالأجهزة بتاعتها خدناها، والجيش الإسرائيلي انسحب من محور نتساريم. مش تبقوا عارفين يعني مصر دولة قوية جدا ولها هيبة. الجيش المصري هو الجيش الرادع في المنطقة، في الشرق الأوسط، هو المرعب. مفيش دولة في العالم تقدر تعادي جيش مصر، لأن هم عارفين النتيجة. خدوا بالكم بقى، حتى احنا خدنا التمركز بتاعهم، يعني خدنا محور نتساريم القاعدة العسكرية والتمركز بتاعهم. كمان السعودية بتتحرك دلوقتي لدعم الموقف المصري بكل قوة. شوف ترامب دلوقتي بيعمل ايه؟ شبكة رصد الإرهابية الإخوانية بتقول ايه؟ بتقول ايوه نعرف مع بعضينا كده. ايوه، شبكة رصد دي مقرها بريطانيا، انجلترا. نشرت ايه بقى؟ نشرت خبر وقالت على فكرة الامم المتحدة هتفحص سجل مصر في مجال حقوق الانسان يوم الاثنين، وفي تقارير اتقدمت من منظمات حقوقية شايفين ان مصر دولة ديكتاتورية وظالمة. انت ظباطك في قلب غزة بعد لما كانوا عاوزين ينقلوا اهل غزة لسينا. خلي بالكم، ده مخطط كبير معمول على مصر وبيشارك فيه بعض الاعلاميين الهاربين الى بريطانيا من جماعة الاخوان الارهابية. الغريبة يا ناس والله ان انا بستغرب له، ان تلاقي الاعلاميين دول الهاربين بيدعموا مثلا واحد زي احمد الشرع وبيهاجموا الجيش المصري. الجيش المصري هيعمل ايه تاني؟ الرئيس السيسي هيعمل ايه تاني؟ وقف وبعلو صوته قال لرئيس اكبر دولة في العالم لا، مش هتمشي كلامك علينا. هو ده السيسي اللي مش عاجبكم. عارفين مش عاجبكم ليه؟ عشان راجل ذكر مفيش حد يمشي كلمته عليه. خد اهل عار غزة عندك في سين، لا، ده احنا خدنا قاعدة العسكرية للسريم، محور للسريم، والنازحين اهالينا من غزة رجعناهم شمال غزة موطنهم. وانا بقول لكل اخواتنا اللي في غزة هيتعرض عليكم اندونيسيا والبانيا، لان بعد الرفض اللي حصل من مصر ومن الاردن، الرفض الشعبي، انا عارف الرفض الشعبي اللي حضراتكم شفتوه من المصريين ومن الشعب الاردني. انتوا عارفين ان الاردن فيها 2 مليون لاجئ او فيها 2 مليون فلسطيني هياخدوا تاني. هم عايزين يفضوا غزة. انا اقول لكم اللعبة بقى، ترامب عايز يفتت اتفاقية كامب ديفيد. ما هي الاتفاقية دي اللي بترسم الحدود وبترسم مكان غزة واسرائيل.
اسرائيل بتفكر تعمل قناه هتسميها قناه بن جوريون. القناه دي يعني هم عايزينها تبقى زي قناه السويس. افهموا اللعبه جايه ازاي. فلازم ترامب يفضي غزه عشان يعرف يحفروا القناه. طب يعمل ايه؟ لازم اهل غزه يمشوا. لازم اتفاقية كامب ديفيد تتدمر. بس على فكرة ثقوا تماما ان اتفاقية كامب ديفيد دي لو انتهت بنودها وما بقاش ليها سبيل تاني، صدقوني اسرائيل هي الخسرانة. والرئيس عبد الفتاح السيسي قالها واضحة وجالية امام العالم. قال اهل غزة لا هيروحوا سينا ولا الأردن ولا أي بلد في العالم. دول قاعدين في أراضيهم، قاعدين في بلدهم. تخيلوا أنت لما تبقى قاعد في بيتك ويجي واحد يطردك بره. جيش مصر هو اللي متواجد دلوقتي مع الشعب الفلسطيني، بيعززهم بيأمنهم. ليه يا عم بيأمنهم؟ طيب هقول لك بيأمنهم ليه. لأن ممكن نتنياهو يروح قاتل له 2 3 ويقول لك أصل خرجوا عن النظام. فجيش مصر والمخابرات المصرية متواجدة دلوقتي في غزة للتأمين ولا النظام حتى يعود السكان النازحين من الشمال إلى الجنوب، يرجعوا مكانهم تاني شمال غزة. كمان يطلع برضو إعلام الإخوان بكل سفالة، بكل سفالة، ويضربك في ظهرك. طبعا بعد الفشل المخطط من نقل سكان غزة. انتوا عارفين طبعا ولاء جماعة الإخوان وإعلام الإخوان إسرائيل. هم اللي بيصرفوا، هم اللي بيطلعوا الدولار. فاهمين؟ قناة 12 العبرية، قناة 12 الإسرائيلية قالت إن ترامب مش ساكت ولديه دول أخرى مثل ألبانيا وأندونيسيا. وعلى فكرة أندونيسيا فيها جزء ليس بقليل من جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى حزب العدالة والرفاهية. الرفاهية هم بتوع ترفيه. دي صورة اللي احنا هنعرضها دلوقتي من صور عمل اللجنة المصرية القطرية، الضباط المخابرات المصرية لتنسيق عودة النازحين. ايوه، لتنسيق عودة النازحين من الشمال الى الجنوب، او من الجنوب الى الشمال، يرجعوا موطنهم في غزة الشمال. فهم دلوقتي اتحركوا من على الحدود المصرية ومحور السليم الى شمال غزة. تمام؟ كمان في ناس بتقول انتوا بتفتشوا الفلسطينيين. يا جماعة هي للدرجة دي يعني انت وصلت لمدى السذاجة؟ يعني المخابرات المصرية هتفتش الفلسطينيين؟ يعني هيفتشوا 2 مليون بني آدم والمفروض يرجعوا شمال غزة في خلال 24 ساعة. اللي انتوا مش فاهمينه ان الرئاسة المصرية والقيادة السياسية المصرية والجيش المصري عايز اهل غزة يرجعوا بسرعة لمكانهم قبل ما ترامب
يشوف لهم دولة تانية زي اندونيسيا والبانيا. وخلي بالكم هيتعرض عليهم فلوس، وهيتعرض عليهم جنسيات، وهيتعرض عليهم بيوت، وهيتعرض عليهم جميع الاغراءات. لو بعتوا ما تلوموش حد غير نفسكم. انا بقول لكل واحد عايش في غزة دلوقتي فلسطيني الجنسية، لو بعت ارضك ما تلومش حد بعد كده غير نفسك. اوعى تبيع ارضك. احنا شفنا في دولة وقعوا الجيش بتاعها وبيبيعوها لاسرائيل زي سوريا. ها؟ اوعوا تبيعوا اراضيكم. فلسطين اراضي مقدسة. اوعوا تبيعوا تاريخكم. كمان كمان لسه في حاجات كتيرة هنشوفها النهارده. احنا قلنا المفروض يرجعوا في خلال 24 ساعة. احنا دورنا يا جماعة التأمين والتنظيم فقط. تأمين وتنظيم حركة الغزاوية أو إخواتنا الفلسطينيين وهم راجعين موطنهم شمال غزة. كمان احنا قلنا عشان نتنياهو ما يعملش يقتلوا 2 3 ويقولوا اصل مش منظمين. في حاجة مهمة بقى نخلي بالنا قوي، لازم ده يتم بسرعة قبل ما ترامب يلاقي دولة. خلي بالك في دول هتعرض ان هي تاخدهم. واخدين بالكم؟ المانيا بتعلق على مقترح ترامب بشأن نقل السكان بتوع غزة بتوع فلسطين. وقالوا ايه بقى؟ قالوا الكلام اللي بيقوله ترامب يشكل حرب المنطقة. ان كلام ترامب ده شكله هيولع المنطقة. ده مين اللي بيقول؟ ده ألمانيا. ليه؟ هي ألمانيا يعني بتحبك قوي للدرجة دي؟ مش واخدين بالكم؟ ألمانيا يعني بتعزكوا قوي للدرجة دي عشان يقولوا الكلام؟ لا، بس ألمانيا شايفة جيش قوي، قيادة سياسية فاهمة، شايفة جيش يمتلك أدوات وعلى أعلى مستوى الجاهزية لأي معركة. هو ده جيش مصر، هو ده رئيس مصر، دايما جاهزين. عشان كده ألمانيا رفضت تهجير أهل غزة لسيناء والأردن. السفير السعودي في بريطانيا بيقول ايه بقى؟ هنعرض الصورة بتاعت السفير. السفير السعودي بيقول ان التطبيع لن يكن بدون دولة لفلسطين. الكلام ده في صحيفة التايمز البريطانية. فاهمين الكلام؟ كمان واشنطن بوست عرضت قرارات ترامب. تخيلوا يعني الاعلام الامريكي نفسه مش راضي على الكلام اللي بيقولوا ايه ترامب. كمان وصفوا بايه يعني ان ترامب بيجازف بالظهور وكانه خاضع لمين؟ لاشد الفصائل اليمينيه في اسرائيل. تخيلوا الكلام ده. وهم من القلائل الذين طلبوا علنا بترحيل الفلسطينيين من غزة، منحازا الى اراء كل من بتسائيل وزير الماليه الاسرائيلي وبن غفير وزير الامن القومي المستقيل في حكومه بنيامين نتنياهو. وكمان ده بيهدد بان يوقع بنيامين نتنياهو. كمان في جزئيه صحيفه السوتش بتقول حلفاء ترامب
الجمهوريين في حزب جمهوري حزبه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايوه ده حلفاء ترامب، بيقولوا ان احنا مرتبكين في تصريحاته بشأن نقل الفلسطينيين من غزة الى مصر والاردن، حتى ان في بعض الساسة الامريكان رافضين ما قالوا ترامب. وزير الخارجية الاردني ايمن الصدفي بيقول مش هناخد تاني فلسطينيين، عندهم 200 مليون يا جماعه، مش هناخد تاني، عندهم بما فيه الكفايه. كمان صحيفه ستوتش بتقول بريست بتقول قالت ان السيسي الرئيس السيسي في بيان الخارجيه المصريه لاي دوله، الحكومه المصريه والرئيس المصري رافض تماما، رافض تماما، ومصر رافضه تماما تهجير الفلسطينيين من غزه الى اي مكان. وقال ايه؟ السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي قال ان ده يشكل خطرا بتوسيع نطاق للحرب مع اسرائيل، واسرائيل مش قد الكلام اللي بتعمله ده، صدقوني. لو رحلوا الفلسطينيين هتبقى الحرب مع مصر على المحك، وانتوا مش قدنا، انتوا مش قدنا. احنا عندنا رئيس جمهورية قوي اساسه ضابط مخابرات، عندنا قوات مسلحة في اعلى درجات جاهزيتها، عندنا الاسطول البحري تدريبات مستمرة لتأمين البحر الأحمر، عندنا المخابرات المصرية جوه غزة. افهموا بقى، افهموا اللي انتوا بتعملوه ده مش مظبوط، اللي انتوا بتعملوه ده مش صح. وكمان في السيناتور الامريكي واللي بينضم للحزب الجمهوري لينس درهام قال انا بصراحه مش مع ايه، انا مش قادر افهم معنى كلمه ترامب، هو مش مع كلمه ترامب في الجزئيه اللي قالها دي. ترامب قال ايه؟ قال تنظيف المنطقه وتطهير غزه، واضاف درهام وقال على فكره دي مش عمليه، واني قاده الشرق الاوسط لن تسمح بهذا، لا السعوديه هتقبل ولا الامارات هتقبل ولا مصر هتقبل ولا الاردن هتقبل، بس رامبو طلع بالاقتراح ده احنا مش هنقبله. طلع رئيس الجمهوريه وقال لن نقبل بترحيل اهل غزه وتهجيرهم من ارضهم. ده رئيس مصر، رئيس مصر وجيش مصر هم دلوقتي اللي واقفين مع القضيه الفلسطينيه. ما شفناش حد طلع حتى شكر الجيش المصري غير السلطه الفلسطينيه وجماعه ولا حركه حماس، قالوا نشكر القياده السياسيه المصريه والجيش المصري، وكمان بيقول ايه؟ بنسمي جهودهم بعدم تهجير شعب غزة. هي دي مصر. حافظوا على جيش بلادكم. جيش مصر هو الجيش الوحيد الثابت في المنطقة، كل الجيوش وقعت، كل الجيوش وقعت. واللي داخل عمال يعلق ده جاكيت دول، والله جاكيت دول انت واهلك، ده عيل موالي لهذا احمد الشرع. اخيرا وليس اخرا نعتز بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر، دول تاج على رؤوس العرب كلهم.
لأن لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية كانت انهارت القضية الفلسطينية، ما كانش هيبقى في حاجة اسمها غزة. لو كنا فتحنا الحدود زي إعلام الخزي والعار الإخواني اللي بيطبل لأحمد الشرع اللي باع أرضه وباع عرضه وطالعين يهاجموا الجيش والرئيس اللي بيحافظوا على حدودهم وعلى شرعية الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه. أخيرا وليس آخرا، نلتف جميعنا خلف القيادة السياسية الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة المصرية ونردد تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ليكم وليكم. أراكم في فيديو قريب إن شاء الله. سلام.